عليكم فيديو جديد ونهار جديد. المهم البنات هذا ماشي الصباح هذا العشيه. عندي الاء كتموت ليا على الشهده، كتموت على شي حاجه سميتها الشهده. المهم راني درتها ليا، درت ليها جوج، وحده هي وحده راه في الفران مازال ما كملاتش الطياب. ها انتم كيما كتشوفوا خواتاتي راه واحد نقولوا حنايا واحد المقادير اللي هما بساطين، ولكن بسم الله ما شاء الله راه كتجي غزاله. شفتوا كي كتجي واحد البريوش اللي هو مقطن وزوين، ولا يعني كنديرها ليهم ولكن عمرني ما شاركتها معكم. وهذا النهار غادي نشاركها معكم، غادي نوريكم بعد الاول كتجي عاد نفوت نعطيكم المقادير والطريقه باش كنوجدها. يعني راه دغيا البنات كتوجد، ولكن كتجي واحد البريوش اللي هو خفيف بحال القطن، عرفتي بحال القطن بحال القطن. شوفوا البنات كيفاش كيجي، شوفوا بسم الله ما شاء الله. هانتوما شوفوا كي كيجي، شوفوا كيجي غزال تبارك الله، وكيجي مكشفش. شوف كيجي يعني بحال القطن. هذه الاء اللي كتبغي بالشوكولات، ريحان اللي كتبغي بالشوكولات، والاء كتبغي بلا شوكولات. المهم كندير لهم حبه بالشوكولات حبه بلا شوكولات. كتقول لي اريها علاش غادي تقطعيها، ها هي وانت ديالتك بلا شوكولات هاكي. وخليكم البنات مع الفيديو. دابا غادي ندوز باش نوريكم طريقه التحضير والمقادير، راهم بساطين ومتوفرين في اي بيت. قطعي ريحانه وبسم الله على بركه الله. اخواتاتي بالنسبه للمقادير ديال الوصفه، درت البنات 2 كيسان ديال الحليب. بالنسبه لي انا بغيت ندير يعني الكميه اللي هي كبيره. الكيسان ديال الحليب درتهم كبار، يمكن لكم ديروهم غير صغار. ديال العنبه ديروا 2 كيسان ديال العنبه. بالنسبه لي انا درت 2 كيسان هكا ديال الماء اللي درتهم ديال الحليب. بالنسبه للحليب يعني الحليب دافي. 2 معالق ديال الخميره البنات، وكاس ديال السكر سنيده. خلطتهم وخليتهم حتى تفاعلوا واحد 5 دقائق. عاد اللي رجعت لعندهم كما كتشوفوا البنات، ملي رجعت عندهم خلطت ديك الخميره مع الحليب والسكر كما كتشوفوا كتلقاوهم هكا صافي طلعوا. زدت ليهم 2 ديال البيضات، وزدت ليهم شويه ديال الملحه، وزدت ليهم نص كاس ديال الزيت. نص كاس ديال الزيت البنات. يعني صافي هذا هما المقادير اللي فيها. راه كما قلت لكم يعني اقتصاديه، والكميه اللي كتعطي راها كبيره. انا درت منها 2 ديال البريوش، يعني 2 صينيات ديال البريوش، والصواني يعني كبارين بسم الله ما شاء الله هكا للوليدات. بالنسبه لي انايا بناتي كيتعجبهم بزاف، وبالخصوص الاء يعني دائما هكا كتحبسني فيها، خاصني هكا نديرها لهم في الكوتي. ودغيا كتوجد البنات، يعني دغيا كتوجد ودغيا كطلع. بالنسبه للخميره راني درت 2 معالق ديال الخميره، يعني لحقاش دابا البروده يمكن لكم في الصيف ديروا غير معلقه وحده، ولكن دابا يعني البروده غادي ديروا يعني الخميره راه على حسب الجو. صافي البنات. والطحين راني خديت هكايا الطحين الفورس يعني مزيان، والعجينه خاصها تبقى خواتاتي تبقى مرخوفه. هو البريوش كما كندير النوع ديالو كيخاصو العجينه مرخوفه باش يجيكم خفيف ومهوي، والعجينه ديالو تجي مقطنه من الداخل ما يجيكمش مدقص. كما كانت العجينه خواتاتي هي راه حتى يعني ولو غير عجينه عاديه ديال الخبز كيخاصها تدلك وتجي خفيفه، يعني تجي خفيفه ما تجيكمش العجينه يابسه وناشفه. بالنسبه لي صافي ملي قربتها كنجمعها زدت لها واحد الشاصيه ديال الخميره من فئه 7 غرام. غادي ندخلها هكايا، وملي غادي ندخلها عاد اللي غادي نزيد هكا واحد 50 غرام ديال الزبده. ذوبتها يعني ماشي تذوب تتولي كتحرق، وانما غادي هكا تذوبوا لك الميكرو اوند ديروه فيها. ما كانش غادي ديروها هكا على البوطه تذوب، تحطوا وحدكم شويه وتخليوها حتى هكا تبدا كتبرد صافي، وغادي تزيدوها على ديك العجينه. وبالنسبه للزبده الا كانت يعني متوفره لكم ديال الاكل كتكون احسن، وكتعطي البريوش ديالكم واحد البنه زوينه وواحد المذاق اللي هو يا زوين. صافي البنات هكا غادي نستمر وندخل ديك الزبده كامله مزيان هكا ندخلها يعني لديك العجين، وغادي نغطيه ونخليه حتى يخمر ليا هكايا مزيان. عاده اللي غادي نرجع باش نشكلها. وإلا عجبكم البنات الفيديو ما تبخلوش على اختكم باللايكات. ما عرفتش البنات علاش كتنساو ليا اللايك، راه مهم البنات الفيديو هكا باش يتقترح على ناس اخرين. يعني هادشي اللي كنستافدوا من داك اللايك غير باش الفيديو كيوصل لناس اخرين. قد ما كان فيه يعني اللايكات طالعين قد ما كيوصل الناس اخرين. هادشي اللي كاين اخواتاتي. وكنشكركم بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم، على التفاعل ديالكم، على البنات اللي كيدخلوا عندنا جداد، الله يجازيكم بالخير. وكنشكركم يعني بزاف. المهم البنات دابا راني صافي غادي نشكلها هكايا
يعني ما بغيتش ندير الطحين والبريوشه. البنات دائما هاد النصائح اللي كنعطيكم راهم مهمين. يعني البريوش ما ديروش ليه الطحين، الا درتوا ليه الطحين يعني العجينه غادي تنشف. حاولوا تشكلوه، دهنوه هكا يدكم غير بشويه ديال الزيت، وحاولوا تشكلوه يعني على الشكل اللي نتوما بغيتو. بالنسبه لي انايا راني غادي نديرو هذا النهار يعني على هاد الصينيه هذه غادي نديرو على الشهده، ندير الشكل ديال الشهده. صافي راني البنات يعني كناخذ الحجم اللي انايا بغيت، وكان هكا درت الفرق ما بيناتهم، باش وحده غادي نديرها فيها هكايا الشوكولات في الوسط ووحده لا. هكا شكلتهم. عاد دابا اللي غادي نبدا ندور عليهم عاوتاني اللي غادي نحشيهم بالشوكولات. هنايا البنات صافي راني كيما قلت لكم درت وحده هكا بالشوكولات وحده لا وحده بالشوكولات، تدورت الصينيه ديالي كامله وما تلاصقوهمش مع بعضياتهم بزاف، لحقاش باقي ليهم فين غادي يخمروا، باقي ليهم فين غادي من غادي ندخلوا الفران غادي تضاعف الحجم ديالها. الا ضيقتوهم في الصينيه بزاف راه غادي يجيكم البريوش ديالكم مزاحم ومدقص، ما غاديش يلقى تسع فين غادي يطلع. المهم هنايا راني كنت خديت واحد البيضه، انا ما درتش البنات غير الصفر ديال البيض، ما عرفتش واش نتوما بحالي ولا لا. ما كيسخاش عليا ملي ناخذ هكا الصفر والبيض نرميه كتجي لي بحال حشومه. خديت البيضه كامله، زدت عليها واحد نص معلقه ديال نيسكافي، وزدت عليها واحد شويه ديال الحليب هكا باش داك الحليب كيعطيكم اللون هكا مذهب، وداك نيسكافي حتى هي كتعاون في اللون وكتحيد لكم ريحه ديال الزفوريه ديال البيض. وهنا خواتاتي راني غادي ندخلها طيب. ومن بعد ما طيبتها البنات راه بسم الله ما شاء الله يلاه هنا كي طابت ليا الصينيه الاولى. ها نتوما شوفوا كي كتجي تبارك الله طالعه ومفشفشه، واخا شفتوا قداش درت الحبات ولكن راه يعني كتضاعف وكيتزاد الحجم ديالها. وكنتمنى خواتاتي يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار، وغنخليكم الفيديو اخر ان شاء الله. هذا النهار البنات راني كي قلت لكم ما درت معكم لا روتين لا والو، درت معكم يعني الوصفه ديال البريوش، قلت هكا باش البنات اللي بغاتو تدخل عنده ديريكت بلا ما تبقى عاد كتفرج في الروتين وتفرج يعني عاد توصل عند الوصفه. قلت والله ما غادي ندير لكم هكايا الوصفه يعني ديريكت باش اللي بغاتها تدخل تفرج فيها. وكنتمنى نكون فدتكم، وكنتمنى نكون خفيفه على القلوب نكون خفيفه على قلوبكم البنات. المهم البنات ما عرفتش واش كلشي البنات ملي كيكونوا كيمونطيو في الفيديوهات صافي كيعياو بالهضره وكيولي صعيب عليك اشنو غادي تقولي كاع في ديك مثلا ديك 8 دقائق ولا ديك 9 دقائق كتبقاي كتهضري غير بوحدك. والله البنات الا انا شي مره كنحس براسي بحال حماقيت كنقول يمكن كيقولوا راني كنهضر غير بوحدي هكا. الا كان عندي شي حد في الدار ولا كان عندي هكا بلاتي ولا مولا داري ولا في البيت الاخر وكيسمعوني انايا دائما كنمونطي البنات في الكوزينه، كندخل لكوزينتي وكنمونطي كنبقى كنهضر بوحدي. المهم البنات سمحوا لي على هذا الفيديو.